بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت بقلب النهارده كده على الفيسبوك كده يا جماعة، فلقيت المنشور دوت مقابلني للمهندس أحمد مناع. راجل محترم جدا ومتابعينه كتير جدا، وراجل من الناس اللي يعني منشوراتها تتقل بالذهب. أنا عن نفسي متابعه، راجل محترم جدا في منشوراته وليه إرشادات كويسة جدا في الزراعة. المهم فلقيته بيتكلم على إن نسبة زراعة الغلة في الوجه بحري قليلة، في الأراضي الطينية قليلة السنة دي جدا. هو بالطبع راجل بيلف وعارف، يعني ملاحظ إن فيه انخفاض في المساحة المنزرعة غلة السنة دي في الأراضي الطينية. وأنا نبهت قبل كده برضو من واقع شغلي هنا في الصحراء، قلت يا جماعة ارتفاع سعر البرسيم السنة دي خلى المساحة المنزرعة اللي هتتزرع غلة السنة دي هتبقى قليلة جدا. يعني أنا في الدخلة هنا فيه أراضي بتزرع بقالها 20 سنة عمرها ما زرعت برسيم حجازي. أول سنة السنة دي تزرع برسيم حجازي. كان طول عمرها بتزرع في الصيف رز، وفي الشتاء قمح. السنة دي أول مرة تزرع برسيم حجازي. ليه؟ لأن أنا فدان القمح هيديني كام؟ يعني هكسب من ورا فدان القمح كام؟ يعني مثلا 10,000 جنيه مثلا. طب ما أنا هجيبهم في حشتين برسيم، يعني أنا هجيبهم في 80 يوم في البرسيم، بدل ما اقعد 6 شهور اناحي في زرعه عشان خاطر اجيب لي 10,000 جنيه. لا، انا هجيبهم في 80 يوم، في شهرين معايا. فالموضوع كبير. ده غير ان مصر كانت بتستورد 45% من استهلاكها من اوكرانيا. طب اوكرانيا السنه دي مش هيبقى فيه غله تصدر السنه دي. فالله المستعان، الله المستعان. غير بان التغيرات المناخيه مأثره. ده غير ان التغيرات المناخيه هتأثر على انتاج القمح على مستوى العالم كله. واخدين بالكم؟ وانا اتكلمت معاكم الكلام ده قبل كده برضو. ده غير ان ازمه الطاقه على مستوى العالم، ازمه الطاقه العالميه دلوقتي هتأثر مأثره على مصانع الاسمده. فبقت الاسمده قليله في السوق، فبالطبع الانتاج الانتاج هيقل. لان اللي كان بيحط مثلا 3 شكاير مثلا هيحط شكارتين، اللي كان بيحط شكاره هيحط شكاره ونص، او اللي كان بيحط شكارتين هيحط شكاره ونص او شكاره. فهي برضه هيعود على الانتاج بالسلب. فالله المستعان. وزي ما قلت لكم قبل كده، هو اللي مش هيحس بأزمة الغذاء اللي داخل العالم كله عليها، العالم كله داخل عليها، هو واحد بس. مين هو؟ اللي عنده أرض. ده انت لو عندك أرض وزرعت ربع فدان، خليت ربع فدان كده لأكل بيتك، زرعته في الصيف رز وزرعته في الشتاء قمح، هيكفي بيتك ويفيد. ولاحظ بس المساحة اللي انا بحكي لك عليها، الرقم اللي انا بقول لك عليه ربع فدان. انت ربع فدان لو خصصته لأكل بيتك قمح ودقيق، بقى خلينا نتكلم في الأكل، دقيق ورز، الربع فدان هيكفيك ويفيد. عندك بقى عيال متجوزة وحاجات من ديت، وربنا كده مسهلها لك وفاتح كام بيت، فدان من وسط أرضك كده. فالله المستعان. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، وربنا يعدها على خير علينا وعليكم وعلى كل المسلمين، وما يبقاش فيها أزمات خالص. يلا، سلام عليكم.